تخيل معايا كده، بعد نصر اكتوبر العظيم والجنود المصريين بيرفعوا راسهم لاول مره من سنين، فجاه الدنيا تتقلب. العدو اللي اتكسر بيبدا يتحرك تاني بخطه جريئه اسمها القلب الشجاع. ثغره صغيره في خط الدفاع المصري بتتحول لجحيم بيهدد كل اللي المصريين حققوه في الايام الاولى من المعركه. دبابات شارون بتتحرك ناحيه الاسماعيليه، والمدينه الباسله بتقف لوحدها قدام جيش كامل بيحاصرها من كل ناحيه. والسؤال بقى، هل السويس هتستسلم وتبقى بئر سبع جديده، ولا هتبقى اسطوره اسمها ستالينجراد العرب؟ تعال نحكي الحكايه بتاعت النهارده من الاول. اللي حصل ان الاسرائيليين كانوا عاملين خطه من قبل الحرب، هدفها انهم يعدوا للضفه الغربيه من قناه السويس ويقطعوا الامدادات عن قوتنا اللي في سيناء. لكن في عقبه واحده كانت مأزماهم، الاحتياطي المدرع المصري اللي كان واقف على الضفه الغربيه. العقبه دي راحت لما اتبعتت القوات دي لسيناء، فبقت الخطه جاهزه للتنفيذ. المهمه دي اوكلوها لثلاثه من اكبر واشطر قادتهم، ارييل شارون، كيلمان ماجن، وابراهام ادان، ومعاهم حوالي 8 الويه مدرعه ولواء مشاة ميكانيكي ووحدات من النخبه زي المظليين وسلاح المهندسين. ويوم 15 اكتوبر بدات الخطه الاسرائيليه اللي سموها القلب الشجاع. قوات الهجوم اتحركت ناحيه الدفرسوار ودخلت في اشتباك عنيف مع الفرقه 16 مشاة المصريه اللي كسرت فيهم تكسير وكبدتهم خسائر فاتحه في معركه المزرعه الصينيه. بس رغم ده الاسرائيليين قدروا يعدوا فعلا. بعد كده الدبابات الاسرائيليه طلعت تهاجم قواعد الدفاع الجوي بتاعتنا، وبعد ما تضرب كانت ترجع بسرعه للاختباء، وده عمل ثغره في شبكه الدفاع الجوي المصري. وساعتها بقت الطيارات الاسرائيليه تقدر تعدي القناه وتساند قواتها، والوضع بدا يبقى خطر جدا. بس رغم كل ده رجال الصعقه والمظله المصريين واجهوا دبابات شارون بشجاعه نادره، ومعاهم دعم من المدفعيه والطيران المصري، وبكمين قوي جدا في ابو عطوه قدروا يوقفوا قوات شارون وهي رايحه على الاسماعيليه. لكن في الجنوب ابراهيم ادان استغل تفوق دباباته واندفع ناحيه السويس. وفي الوقت ده مجلس الامن اصدر القرار 338 يوم 22 اكتوبر، واللي بيؤمر بوقف اطلاق النار في خلال 12 ساعه. لكن اسرائيل طنشته وكملت لحد ما وصلت قوات ماجن عند الكيلو 101 في طريق القاهره للسويس عشان تقطع الطريق على اي محاوله مصريه لانقاذ المدينه. وبالفعل قوات ادان حصرت السويس من كل الاتجاهات، لدرجه انهم حتى ردموا ترعه الميه العذبه عشان يعطشوا المدينه ويجبروا اهلها على الاستسلام. وبقت السويس معزوله تماما عن العالم يوم 23 اكتوبر 1973، وبدا الطيران الاسرائيلي يضرب كل حاجه ممكن تتضرب في المدينه تمهيدا لاقتحامها. ولو الاقتحام ده نجح وسقطت السويس، كان هيبقى الجيش الثالث الميداني حوالي 40,000 جندي وظابط ومعاهم 250 دبابه متحصرين في سيناء، وده كان هيحط الجيش والقياده السياسيه المصريه في موقف في منتهى الخطوره. وفي اللحظه دي بقى الصراع بيننا وبينهم سباق مع الزمن قبل ما توصل قوات الامم المتحده للفصل بين الجانبين. وهنا كان لازم السويس تاخد قرار مصيري، هل هتستسلم وتبقى زي بئر سبع، ولا هتقاتل وتبقى ستالينجراد العرب؟ لو عجبتك القصه ما تنساش تدعمنا باللايك والشير، لان ده اكبر دعم لينا، واستنونا في القصه اللي جايه. سلام.